حبايبي طلاب المرحلة الثانوية، أهلا بكم في المحاضرة الثالثة من كورس تأسيس مادة الكيمياء. طبعا مش محتاج أقول لك، لو أنت ما حضرتش المحاضرة الأولى والثانية موجودة على اليوتيوب لازم تحضرها قبل ما تسمع محاضرة النهاردة. طيب، محاضرة النهاردة بعنوان إزاي يا مستر أعرف تكافؤات العناصر. مستر ما بعرفش أجيب التكافؤات، بحفظ التكافؤات وبنساها، مش بعرف ان انا دايما كل مركب ان انا اعرف تكافؤه. ازاي يا مستر اعرف التكافؤات؟ خلاص خلي بالك معايا كده، افكرك كده بحاجه قلتها المره اللي فاتت سريعا، مش هشرحها من جديد طبعا، هي موجوده في المحاضره الثانيه لازم ترجع لها وترجع تحضر الفيديو ده، لكن افكرك باللي قلته عن الفلزات واللا فلزات واشباه الفلزات. هو ده ليه علاقه بالتكافؤات؟ طبعا ليه علاقه. خلي بالك كده، بص كده معايا الفرق ما بين الفلزات واللا فلزات واشباه الفلزات. ادي الفلزات وهنا اللا فلزات واشباه الفلزات. خلاص، فلزات ولا فلزات واشباه واشباه الفلزات. تمام؟ ايه الفرق بين الفلزات واللا فلزات واشباه الفلزات؟ تعال اقول لك اول حاجه، اول فرق عندي ان الفلزات يا شباب كان ايه يا شباب في الفلزات؟ لها بريق ولمعان معدني. خلاص، ايه تاني؟ كانت جيدة توصيل لحاجتين، للحرارة والكهرباء. جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء. خلاص، كانت ايه تاني؟ كانت قابلة للضرب والسحب والتشكيل. خلاص، دي بالنسبة للفلزات. خلاص، دي معظم الخواص بتاعتها، او دي الخواص اللي احنا اتكلمنا فيها. طيب، ايه اللا فلزات؟ العكس، عكس الفلزات. خلاص، الفلزات كان ليها بريق ولمعان معدن، يبقى اللا فلزات ليس لها بريق ولمعان معدن. طب دي كانت جهة توصيل الحرارة والكهرباء، تبقى رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء. دي كانت جيدة الطرق والسحب والتشكيل، دي عناصر هشة غير قابلة للسحب والطرق والتشكيل. مستر، نعم. ايه معنى قابلة للطرق والسحب والتشكيل؟ معنى كلمة قابلة للطرق والسحب والتشكيل يا شباب، يعني مثلا لو جبت قطعة حديد وطرقت عليها كده، خلاص، ابتديت اخبطها كده بشاكوش او ابتديت اخبطها بحاجة صلبة، ايه اللي هيحصل لها؟ هتتكسر ولا تتني؟ لا، تتني، صح كده؟ بالظبط كده. الفلزات بالشكل ده يا شباب، ان هي قابلة ينفع ان انا اطرق عليها، خلاص، تتشكل معايا. لكن اللا فلزات، لو انت جبت قطعة فحم كربون ده تبع اللا فلزات وجيت ضربته بشاكوش، هل هيتني معاك ولا يتفتت يتكسر؟ يتكسر، صح كده؟ يبقى اذا ده الفرق بين الفلزات واللا فلزات. افكرك كمان تاني بالتوزيع الالكتروني. فاكر الفلزات اتكلمنا المره اللي فاتت كانت بتنتهي بالمستوى الفرعي في كام الكترون يا جماعه؟ اخر عدد الالكترون في مستوى الطاقه الفرعي كام الكترون؟ الفلزات كانت 1 و2 و3 الكترون. طب وبالنسبه للا فلزات كانت 5 و6 و7، وقلنا طبعا الاستثناءات. خلاص، ترجع طبعا تحضرها تبع المحاضره الثانيه. طب وبالنسبه 4 مستر، هقول لك كده على الاربعه دي، خليني اقول لك عليه. خلاص، لانه ليه حاله شاذه شويه، فهقول لك عليه لما نوصله ان شاء الله. طب بالنسبه لاشباه الفلزات، ايه هي اشباه الفلزات؟ اشباه الفلزات خلي بالك هي عناصر لها مظهر الفلزات ومعظم خواص اللا فلزات. عناصر ليها مظهر الفلز لكن معظم خواص اللا فلزات. خلاص كده، شكلها شكل فلز لكن الخواص بتاعتها اغلب الخواص خواص مين؟ خواص اللا فلزات. طبعا قلنا ليها استخدامات كتيره، من اهمها طبعا الاستخدامات في الالكترونيات. تمام؟ طيب، ازاي بقى اعرف تكافؤ العنصر؟ ازاي اعرف تكافؤ العنصر سواء هو فلز ولا فلز؟ تعال اقول لك كده ببساطه، لو انت مثلا عندك عنصر زي الصوديوم Na، ال Na عدد الذري كام؟ 11. توزيعه كده، بص كده، توزيعه اهو، ادي K L M. لما كنت بوزع هنا بقول 2 8 1، عنده كام الكترون؟ كان عنده 1. توزيع الكتروني الصوديوم يا جماعه اهو 2 8 1. خلاص، طيب عنده كام الكترون في مستوى الطاقه الاخير؟ عنده الكترون 1 في مستوى الطاقه الاخير. خلاص، ما دام عنده الكترون يبقى هيفقد ولا يكتسب؟ هيفقد الكترون. ما دام فقد الكترون يبقى تكافؤ كام؟ احادي التكافؤ. احادي التكافؤ.
خلاص. المغنيسيوم عنده الكترونين يبقى ثنائي التكافؤ. الالومنيوم هتلاقي عنده 3 الكترونات يبقى ثلاثي التكافؤ، وهكذا. خلاص. لو كان لا فلز يا مستر، لو كان عنده 5 أو 6 أو 7 نعمل ايه؟ بص كده، عندك مثلا الكلور Cl17 توزيعه كالتالي اهو 2 8 7. عنده كام الكترون في المستوى الطاقه الاخير؟ عنده 7 الكترونات في مستوى الطاقه الاخير. طب هل معقول يا مستر يفقدهم؟ لا طبعا. قلت لك اللا فلزات هو بيعمل ايه؟ بيكتسب. طب يكتسب كام؟ عشان يكتمل هنا المستوى ده 8 خلاص، فهو محتاج له كام الكترون؟ 1. هو 7 عشان يكتمل 8 يبقى محتاج كام الكترون؟ 1. ما دام محتاج 1 على طول يبقى تكافؤ كام؟ احادي. خلاص. طب لو لقيت هنا مثلا 6 يبقى محتاج له كام الكترون عشان يكتمل؟ 2 يبقى ثنائي. طب لو لقيته مثلا محتاج 3 يبقى تكافؤ كام؟ ثلاثي، وهكذا. يبقى ده كان التوزيع على حسب مستويات الطاقه الرئيسيه. في توزيع ثاني على حسب مستويات الطاقه الفرعيه. خلاص. تعال اقول لك بس يعني ايه مستويات طاقه فرعيه، لانه الناس اللي بتسمعني وهي كانت داخله سنه ثانيه، هي كانت سنه اولى علوم متكامله، فما تفهمش يعني ايه مستويات طاقه. تعال بقى اشرح لك التوزيع على حسب مستويات الطاقه الفرعيه، وافهمك بقى يعني ايه مستويات طاقه فرعيه، وافهمك بالتفصيل ازاي ان انا اوزع على حسب مستويات الطاقه الفرعيه. طيب خلي بالك، لو سالتك انت ساكن فين؟ هترد تقول يا مستر انا ساكن في اسوان. خلاص. طب انت لما قلت لي كده اسوان، هل انا فهمت فين في اسوان؟ لا، اسوان كبيره. خلاص. طيب واحد يقول لي لا خلي بالك انا ساكن في كومومبو في اسوان. هو بيحدد دلوقتي انا ساكن في كومومبو فين؟ في اسوان. خلاص. واحد جه قال لي يا مستر خلي بالك انا ساكن في مدينه كذا في كومومبو، شارع رقم كذا، عماره رقم كذا، الدور رقم كذا. كده هو حدد ولا لا؟ كده خلاص، يبقى هو حدد بالظبط هو مكانه فين، غير لما كان الموضوع عايم بالنسبه لي، كان بيقول لي اسوان. خلاص، فانا ما كنتش عارف فين. نفس الكلام بالنسبه للالكترون يا شباب. الالكترون مستويات الطاقه الرئيسيه اقدر اعتبرها كانها اسوان كلها. طب مستويات الطاقه الفرعيه كانها كومومبو جوه اسوان، يبقى انا كاني بحدد بالظبط مكان الالكترون حول النواه موجود فين. خلاص. لما اقول لك اي اوربيتال، الاوربيتال ده المكان اللي يحتمل او يزداد احتمال وجود النواه، يزداد احتمال وجود الالكترون فيه. خلاص. ده المكان اللي ممكن جدا يكون فيه الالكترون، وهكذا. خلاص. دي اللي هي ايه؟ دي اللي انا بتكلم فيها بالنسبه لمستويات الطاقه الفرعيه. طب تعالى اقول لك بقى بالظبط كده ازاي نعمل الكلام ده. بص كده يا شباب، انا عندي ادي نواه، ادي النواه. النواه حوالينها مستويات طاقه رئيسيه 7 مستويات انا عارفهم. ايه هم ال7 مستويات؟ اهو 1 2 3 4 5 6 7. ادي 7 مستويات اللي هم انا عارفهم: كي ال ام ان او بي كيو. 7 مستويات طاقه فرعيه. خلاص. 7 مستويات طاقه رئيسيه. ايه مستويات الطاقه الفرعيه يا مستر؟ مستويات الطاقه الفرعيه عندي 4: اس بي ودي واف. الاس بيتشبع ب2 الكترون، والبي بيتشبع عندي ب6 الكترونات، الدي بيتشبع ب10 الكترونات، والاف بتتشبع ب14 الكترون. في اي مشكله دي؟ خلاص. مستر الاس بتشبع ب2 عشان كده الفئه اس في الجدول الدوري اليسار الجدول الدوري فيها عمودين. صح. والفئه بي بتتشبع ب6 عشان كده فيها 6 اعمده. صح. وطبق بقى على الايه؟ على الباقي دي والاف. خلاص. يبقى عرفت انا جات عدد الاعمده من فين؟ من عدد الالكترونات اللي بيقدر يتشبع بيها المستوى الفرعي اس وبي ودي واف. بص يا شباب كده، دول 7 مستويات الطاقه الرئيسيه اللي موجودين عندي في الذره. قلت لك ان كل مستوى طاقه رئيسي بيتكون من عدد من مستويات الطاقه الفرعيه مساوي لايه؟ لرقمه. يعني المستوى الاول عنده مستوى فرعي 1، والثاني عنده 2، والثالث عنده 3، وهكذا وهكذا وهكذا. ادي الاول اهو يا شباب، فعنده 1 اس. خلاص. مستوى فرعي 1. الثاني عنده مستويين فرعيين يبقى 2 اس و2 بي. الثالث عنده كم مستوى طاقه فرعي؟ 3. يبقى اقول هنا ايه؟ 3 اس 3 بي و3 دي. الرابع 4 اس 4 بي 4 دي و4 اف. عنده كام مستوى طاقه فرعي؟ 4 اهو. يبقى الاول كده عنده مستوى فرعي 1، الثاني 2، وبعد كده هنا ده 3، وبعد كده ده كام؟ 4. خلاص. قلت لك كل واحد تعال نشوف الالكترونات بتاعته. الاس عنده كام الكترون؟ 2. عشان كده المستوى الطاقه الرئيسي الاول كان بيتشبع بكام الكترون؟ ب2. طب الثاني تعال نشوف بيتكون مستويين فرعيين. 2 الاس ب2 والبي بكام؟ ب6. مجموعهم على بعض 2 و6 كام؟ 8. عشان كده المستوى الثاني فعلا كنا بنشبع معاه ب8 الكترونات. طب الثالث ده اس ب2 والبي ب6 والدي ب10، يبقى على بعض مجموعهم 18. وفعلا المستوى الطاقه الرئيسي الثاني بيتشبع ب18 الكترون. خلاص. عرفنا منين جت الارقام يا جماعه دي؟ خلاص. دي بالنسبه لمستويات الطاقه الفرعيه. خلاص. مستويات الطاقه الفرعيه. والادق يا جماعه في التوزيع على حسب مستويات الطاقه الفرعيه. طب ازاي بقى اعرف تكافؤ المستر العنصر؟ ازاي اعرف تكافؤ العنصر من خلال مستويات الطاقه الفرعيه؟ اول حاجه عشان تعرف تكافؤ العنصر لازم تعرف عندي القواعد اللي انا بوزع بيها الالكترونات.
يعني انا بوزع الالكترونات مش بوزع الاول هنا اس وبعد كده ادخل على 2 اس و2 بي، عندي قواعد لتوزيع الالكترونات. خلاص ربنا ادى للذره شويه طاقه وقال لي وزعي لي الالكترونات دي على حسب الطاقه بتاعتك، وفي قانون بنمشي عليه على حسب اللي هو بنقول عليه ان زائد ال. خلاص طبعا دي هتكون بندرسه في ثانيه ثانوي، تمام، والناس اللي داخله ثالثه ثانوي تبقى درسته في ثانيه ثانوي فاهمه الكلام ده كويس. طيب خلي بالك، تعالى كده افكرك بالقواعد توزيع الالكترونات، ولو انت داخل لسه داخل ثانيه ثانوي فانا لسه هكون بشرح لك بالظبط دلوقتي قواعد توزيع الالكترونات. طيب ايه يا مستر قواعد توزيع الالكترونات؟ طيب اول قاعده عندي في قواعد توزيع الالكترونات هي مبدا البناء التصاعدي. مبدا البناء التصاعدي. مبدا البناء الايه؟ التصاعدي. بتقول ايه مبدا البناء التصاعدي؟ ده بيوزع لي الالكترونات مش على حسب مستوى الطاقه الرئيسي، على حسب مستويات الطاقه الايه؟ الفرعيه اللي هي دي. خلاص اوزعهم ازاي؟ بص كده حاجه بسيطه كده انا بقولها بيها، اس اس بس دبس دبس فدبس فدب. خلاص؟ ها ايه الاس اس وبس هو في حاجه في الكيمياء كده؟ بص كده اقول لك ايه الاس اس. بص كده يا شباب، اول حاجه اس اس. ها بس ازاي بس اهو بس امال ايه ده بس اهو دي بي اس، ودبس تاني اهو دي بي اس، يبقى اس اس بس دبس فدبس، بعد كده فدب. خلاص دي مستويات الطاقه الفرعيه اللي انا عندي اللي انا هوزع من خلالها. خلاص دي مستويات الطاقه اللي عندي. بص كده اس اس بس حلو كده. ها اس بس دبس فدبس فدب. صعب كده الكلام ده؟ خلاص طيب خلي بالك معايا. بص كده مستويات الطاقه الفرعيه. مستوى الطاقه الفرعيه الاس ده المستوى الفرعي رقم كام؟ واحد، يبقى ابتدي بواحد وكمل. ادي ده واحد اس، يبقى الاس اللي بعدها ده كام؟ 2، يبقى ده كام؟ 3، يبقى الاس ده كام؟ 4، يبقى الاس ده كام؟ 5، يبقى الاس ده كده كام؟ 6، يبقى الاس ده 7. طيب المستوى الفي ده المستوى الفرعي رقم كام؟ 2، يبقى ما تقوليش بقى ابتدي برقم واحد اذا كان هو اصلا ظهر في رقم 2 بس كده. يبقى هنا 2، يبقى هنا 2 بي، يبقى البي دي كام؟ 3 بي، يبقى هنا 4 بي، يبقى هنا 5 بي، يبقى هنا 6 بي. خلاص؟ طيب الدي مستوى الدي ظهر في المستوى الرئيسي رقم كام؟ 3. خلاص؟ يبقى فعلا يبقى هنمسك الدي، ادي الدي اهو 3 دي. خلاص؟ وادي هنا 4 دي. خلاص؟ ادي 5 دي وادي 6 دي. خلاص كده؟ صعب الكلام ده؟ طب الاف ظهرت عندي في المستوى رقم كام؟ 4، يبقى ابتدي من 4 على طول. فين الاف هنا؟ اول حاجه تظهر معايا ادي الاف اهي 4 اف وادي 5 اف، يبقى دي التوزيعه اللي انا همشي بيها. حلو كده؟ ادي التوزيعه اللي انا همشي بيها. قلت لك الاس بتشبع بكام الكترون؟ 2، يبقى دي تاخد 2، دي 2. البي هنا بتشبع بكام؟ ب6، ودي 2 ودي 6 ودي 2. الدي بتشبع ب10، الاف بتشبع ب14 وهكذا وهكذا وهكذا. صعب الكلام ده يا جماعه؟ في اي مشكله؟ طيب تعالى بقى نوزع اي عنصر بالتوزيع اللي انا اقول لك عليه، واقول لك بقى ازاي تعرف التكافؤ من خلال توزيع مستويات الطاقه الفرعيه. طيب تعالى كده نمسح السبوره. تعالى شباب نمسح كده السبوره واقول لك بالظبط ازاي توزع بقى على حسب مستويات الطاقه الفرعيه. اديني مثال يا مستر كده. ادي مثلا مثال عنصر الصوديوم Na11. يلا عايز اوزعها كده على حسب الاس اس بس دبس فدبس فدب. يلا مستر ابتدي كده معايا. اس ادي اهو اس وادي عندك بس خلاص، ونكمل كده نوزع دول كده ونشوف الدنيا مع بعض. طيب خلي بالك الاس الاولى قلنا بتشبع بكام الكترون؟ 2، الثانيه 2، والبي هنا بكام؟ ب6. خلي بالك كده على بعض دول مجموعهم كام؟ 2 و2 4 و6 10. فاضل كام عشان يبقى 11؟ فاضل 1، يبقى احط هنا الواحد. حلو كده؟ واشوف بقى الواحد وهكذا. الاس طبعا ده الاول وده الثاني وده الثالث، والبي بتبتدي من المستوى الفرعي رقم 2. حلو كده الكلام ده؟ اهو عايز اعرف تكافؤ يا مستر الصوديوم، ما هو ببساطه اهو بص كده اهو عنده كام الكترون؟ عنده 1، يبقى تكافؤه كام على طول؟ احادي. خلاص؟ طب هي نفس التوزيعه دي، هي مستوى الطاقه الرئيسيه، صدقني هي. طب تعالى اقول لك اهو هثبتها لك اهو. الصوديوم مش كنا بنوزعه كده 2 8 1؟ طب اثبتها لي كده على مستوى الطاقه الفرعيه. ادي المستوى الفرعي اهو 1 اس. خلاص؟ مش 1 اس ده في المستوى الطاقه الرئيسي الاول اهو، يبقى الاس هو عنده كام الكترون؟ 2. حطيت الاثنين هنا. طب عايز اشوف الثاني اللي هو اي حاجه فيها 2 اللي هي 2 اس و2 بي، مجموعهم على بعض كام؟ 8. ادي 8 اهو.
طب ال 3 المستوى الثالث في عنده كام الكترون؟ واحد فعلا اهو، احادي التكافؤ. صعب الكلام ده؟ فيها مشكله؟ طب اديني مثلا مثال تاني على الكلور مثلا. تعال نشوف الكلور Cl 17 اهو، عايز اوزعها بالاس اس بس اهو، اس بس خلاص. وتعال نشوف 2 2 6 2 مستر دول كده مجموعهم كام؟ كده 4 و6 10 و2 12. فاضل كام عشان يبقى 17؟ فاضل 5. يبقى احط البي هنا ايه؟ احط 5 الكترونات. يلا تعالى حط معايا الارقام بتاعتهم. ده الاول يبقى 1 وده الثاني 2 اس، يبقى ده 3 اس. البي ببتديها من رقم كام؟ 2، يبقى هنا 2 بي وهنا 3 بي. صعب الكلام ده؟ طيب ادي 5 يا شباب. قلت لك هنا البي بيتشبع بكام الكترون؟ 6. يبقى ادي اهو البي 5 الكترونات خلاص، وهو المفروض بيتشبع ب6. يبقى انا وزعت كده، ادي الالكترونات بتتوزع بالشكل ده. ده اسمه طبعا اوربيتالات خلاص، كل واحد من دول اسمه اوربيتال، وده المكان اللي بيزداد احتمال وجود الالكترون فيه. يعني ده المكان اللي هنا يعني بنسبه كبيره موجود فيه الالكترون خلاص. ده اسمه اوربيتالات، عندنا بنعملها كده. طبعا 3 اوربيتالات وكل اوربيتال بيحتوي على الكترونين، يبقى كده كام؟ 6. عشان كده انا قلت بتشبع بكام؟ ب6 خلاص. بحط في الاول مفرد وبعد كده بعمل عمليه ازدواج اهو. عنده 5، فاضل كام الكترون مفرد؟ 1. طيب حلو كده يا شباب. البي قلنا عنصر الكلور ده عنصر فلزي ولا فلزي؟ لا فلزي. يبقى اذا هو هيفقد ولا يكتسب؟ لا هيكتسب يا مستر. طب عشان يكتسب كام الكترون عشان يكمل الاوربيتالات؟ هيكتسب الكترون 1. عشان كده فعلا قلنا ان الكلور احادي التكافؤ. احادي ايه؟ التكافؤ. صعب الكلام ده؟ يبقى ادي توزيع على حسب مستويات الطاقه الرئيسيه، وادي توزيع على حسب مستويات الطاقه الايه؟ الفرعيه. خلاص يا شباب؟ ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للتوزيعات اللي انا عملتها. طيب في قاعده ثانيه اسمها توزيع لاقرب غاز خامل. ازاي انا اوزع لاقرب غاز خامل؟ خلاص. ودي غالبا اللي احنا بنمشي بيها كتير في السنه. خلاص انا ما عنديش وقت ان انا افضل كل حاجه ابدا اس بس. طب انا افترض يا مستر كان عندي عنصر مثلا وليكن 56 خلاص، عنصر الباريوم مثلا 56. طب هل يا مستر انا عندي وقت افضل اس بس وافضل اكتب واملى؟ لا خلاص، انا بوزعه على حسب اقرب غاز خامل ليه. يعني الغاز اقرب غاز خامل يسبقه على طول، وبعد كده بعدها اكمل. حلو كده؟ اقرب غاز خامل ليه وبعد كده ايه؟ اكمل. طب ممكن تعلمني التوزيع على اقرب غاز خامل؟ تعال اعلمك التوزيع على اقرب غاز خامل. التوزيع لأقرب غاز خامل. ازاي مستر اوزع لاقرب غاز خامل؟ حلو. اولا عشان اوزع لاقرب غاز خامل لازم انا ابقى عارف الغازات الخامله الموجوده عندي. طبعا وقلتهم برضو المحاضره اللي فاتت، فلو ما سمعتهاش روح اسمع المحاضره وتعالى اسمع المحاضره الثالثه. ادي الغازات الخامله اللي عندي يا شباب. اول غاز عندي هو غاز الهيليوم اتش اي، ده عدد الذري 2. اللي بعده النيون 10، الارجون 18، الكريبتون 36، الزينون 54، الرادون 86. في اي مشكله دي؟ في اي مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. خلاص بص كده، انت راجل معلم، لو انت عايز توزع على حسب اقرب غاز خامل. طيب مثلا شايف انا كنت مثلا ادي المغنيسيوم الام جي عدد الذري 12. فمثلا لما كنت بوزعه كنت بقول كده 1 اس 2 وبعد كده هنا 2 اس 2 وبعد كده هنا 2 بي 6 وبعد كده هنا 3 اس 2. حلو كده؟ ده المغنيسيوم اهو. هنا كده 10 و2 كده دول كام؟ 12. طب انا عايز اوزع اقرب غاز خامل للمغنيسيوم الام جي 12. اقرب غاز خامل ليه؟ بس خلي بالك يسبقه مش بعده، يعني اقرب غاز خامل قبله مش بعده. طب مين اقرب غاز خامل ليه؟ ال 12 يا مستر في عندي غازين قبلهم، يا اما 10 يا اما 2، بس انا بقول لك اقرب واحد مين؟ ال10 ولا 2؟ ال10 طبعا. يبقى اوزعها على حسب النيون ولا على حسب الهيليوم؟ على حسب النيون. مش النيون عدد الذري 10؟ صح. بص كده، مش ال10 اللي هم دول، مش دول مجموعهم 10 صح؟ يعني انا ممكن اشيل ده كله واختصره قصدك يا مستر بكلمه نيون. تقدر تعمل كده، نيون اهو 10 وتكمل بعد كده 3 اس 2. شفت السهوله؟
ها يبقى توزعه لاقرب غاز خامل وبعد كده تكمل بعده على طول. طب مستر انا لازم اعرف مين اللي بعد، ما انا لازم اعرف مين اللي بعد النيون مين اللي بعد الارجون، ما انا برضو بنسى، انا لازم اعملهم 1 اس و 2 اس عشان اعرف اوصل. طب ابص كده اعلمك طريقه سحريه تعرف بيها على طول من غير ما تعمل الاس اس ولا البس بس ولا كل الحاجات دي كلها. ايه هي بقى الطريقه السحريه؟ بص كده، ده الغاز رقم كام؟ الغاز الخام رقم كام؟ 1. يبقى بص كده اللي بعده على طول يبقى 2 اس و 2 بي. الغاز رقم كام؟ 1. يبقى اللي بعده 2 اس و 2 بي. طب بص كده على الغاز الثاني، ها الغاز النيون ده رقم كام؟ الغاز الخام رقم كام؟ 2. يبقى كام اس؟ ها صح 3. يبقى 3 اس وهنا 3 بي. طب الارجون الغاز الخام رقم كام؟ 3. يلا قول لي يبقى كام اس؟ ها 4 صح كده. يبقى 4 اس و4 بي. بس خلي بالك يظهر معايا مستوى فرع جديد اللي هو 3 دي. يبتدي يظهر معايا فعلا ال 3 دي اهو، ظهر معايا مستوى فرع جديد. تمام. طب اللي بعد الكريبتون ده الغاز الخام رقم كام؟ تقول لي يا مستر رقم 4. يبقى كام اس؟ ها يبقى على طول 5 اس وكام بي؟ 5 بي. والدي اقل منه بواحد على طول يبقى 4 دي. طب يلا الزينون الغاز الخام رقم كام؟ هتقول لي يا مستر ده الغاز الخام رقم 5. يبقى الاس كام؟ 6 اس اهو، 6 اس وهنا 6 بي. 6 اس وهنا 6 بي. وانت كده كده الدي اقل من الاس بكام؟ بواحد. يبقى 6 اس على طول هتقول لي 5 دي. بس خلي بالك يظهر مستوى برضو جديد اللي هو 4 اف اهو، ظهر معايا مستوى فرعي جديد 4 اف. طب اللي بعده الرادو، ها الغاز الخام رقم كام يا مستر؟ ادي 2 4 6. يبقى ده اللي هو الغاز رقم كام؟ 6. يبقى الاس بكام؟ 7 على طول بعد. يبقى 7 اس وهنا 7 بي. وعلى طول الدي اقل منه بواحد يبقى 6 دي. وعلى طول الاف هنا اقل بواحد من الدي يبقى 5 اف. خلاص دي توزيعتك اللي انت هتمشي بيها على حسب اقرب غاز خامل. طب ينفع تديني مثال كده يا مستر؟ تعال ادي لك مثال مثلا. خلاص تعال ناخد مثلا مثال وليكن عنصر الالومنيوم مثلا ال 13. يلا عايز اوزعه لاقرب غاز خامل. خلاص اقرب غاز خامل يسبقه. طب ايه اقرب غاز خامل يسبقه للهيليوم؟ خلاص هتقول لي عندي غازين، غاز الهيليوم وغاز النيون. انا عايز اقرب واحد هو مين؟ اللي هو النيون. خلاص يبقى هقول له على طول هنا نيون. خلاص يلا على طول النيون الغاز الخام رقم كام؟ ها 2. يبقى اللي بعده كام اس على طول؟ هتقول لي على طول مستر 3 اس. طب تعالى نشوف الاس بتتشبع بكام الكترون؟ 2. خلاص يبقى انا حطيت هنا ايه؟ حطيت هنا الاثنين الكترون. خلاص 2 الكترون. يبقى كده مجموعهم على بعض كام؟ النيون ده 10 وهنا والاثنين يبقى 12. فاضله كام الكترون؟ 1. يبقى هكمل البي. يبقى اقول له هنا 3 بي 1. خلاص كده يبقى انا ايه كملت هنا على طول حطيت اللي هو الواحد. طيب مثال ثاني مثلا الكلور. خلاص بص كده على الكلور معايا. الكلور سي ال 17. خلاص الكلور سي ال ايه 17. عايز اوزعها لاقرب غاز خامل يسبق. يجي واحد يقول لي سهل يا مستر الارجون 18. يا متخلف يا متخلف، انت كده ما اكلتش بيض بالسمنه البلدي، انت كده ما اكلتش بيض بالسمنه البلدي. طيب انا بقول لك عايز اقرب غاز خامل ايه يسبقه مش يليه، يعني قبله مش بعده. خلاص فتح دماغك كده معايا وركز كده معايا. طب اقرب غاز خامل يسبقه يبقى النيون ولا الهيليوم؟ لا النيون. بس كده يبقى توزيعه على طول هيبقى ايه؟ نيون 10 واكمل بعد كده بعد النيون اللي هو مين؟ 3 اس 2. خلاص يبقى ده 10 و2 يبقى 12. طيب فاضله كام؟ فاضله كده 5. يبقى اقول له 3 بي 5. خلاص دي كانت يا شباب التوزيعه لاقرب غاز خام. يبقى كده اتكلمنا عن ازاي اعرف تكافؤ العنصر، وعرفناها من خلال مستويات الطاقه الرئيسيه، عرفناها كمان من خلال مستويات الطاقه الفرعيه، عرفنا ازاي اوزع الالكترونات، قواعد توزيع الالكترونات اللي هو مبدا البناء التصاعدي والتوزيع لاقرب غاز خامل. وعلى فكره في قاعده اسمها قاعده هون. خلاص ودي طبعا المفروض كانت على سنه ثانيه ثانوي. خلاص فخلي بالك كل الحاجات دي لازم حاجات اساسيه لازم انت تكون عارفها قبل ما تدخل على منهج الكيمياء. خلاص كده يا شباب توفيق. ان شاء الله هتنزل لكم باقي المحاضرات على اليوتيوب تباعا. خلاص ارجو ان انت تذاكر محاضرتك اول باول، وانت في نهايه يومك خلص يومك استمتع بالاجازه. ما قلتلكش اضغط نفسك، استمتع بالاجازه عادي جدا. وتعالى اخر اليوم ذاكر الفيديو، فيديو بسيط بيبقى مدته 15 دقيقه 20 دقيقه، يعني حاجه بسيطه تقدر تختم بيها يومك كده او في الصبح كده بدري. توفيق يا شباب، ربنا معاكم ويوفقكم كده ان شاء الله.